أهلا وسهلا فيكم درس جديد من دروس علم الأحياء للصف التاسع. درسنا اليوم عم نحكي عن الأذن. الأذن هو عضو حاسة السمع والتوازن في الجسم. هذا تعريف مهم لازم نحفظه. بأن نعرف الأذن هي عضو السمع والتوازن في الجسم. هلأ هدول عبارة عن حل الأسئلة الموجودة ببداية الدرس. مما تتكون الأذن؟ تتكون الأذن من 3 أقسام: الأذن الداخلية، الأذن الوسطى، الأذن الخارجية. هون بس عم نعطي مثل مقدمة للدرس، تمام؟ الجزء الظاهر من الأذن يدعى الصوان. توجد بنية تفصل الأذن الخارجية عن الأذن الوسطى تدعى بغشاء الطبل. ينقل العصب السمعي التنبيهات الصوتية إلى المخ في الفص الصدغي من الباحة السمعية. عظيمات السمع: المطرقة، السندان، الركاب. هلأ هدول مو ضروري تحفظون، تمام، لأنه في لهم يعني فقراتهم الخاصة، مش هيك ما شرحت على أي واحد من بيناتهم، إنه هدول مفصلين كل واحد لحاله بكل فقرة من هدول الفقرات. أول شيء، أول نقطة رح نناقشها بهذا الدرس هي أقسام الأذن الخارجية. لو نحن عرفنا إنه بتتكون الأذن من 3 أقسام، عندنا أذن داخلية، وسطى، وخارجية. هلا بيجيكم سؤال عدد أقسام الأذن من الخارج للداخل أو من الداخل للخارج، بنكون حافظينهم، تمام، وسهلين هنن: داخلية، وسطى، خارجية، تمام. هلا رح نبلش بالقسم الظاهر تقريبا، واللي هي الأذن الخارجية. فتقسم الأذن الخارجية إلى 3 أقسام: صوان الأذن، قناة السمع الخارجية، وغشاء الطبل. رح نبلش أول شي بصوان الأذن. صوان الأذن، وين هاد صوان الأذن؟ هو المنطقة المبينة عنا، يعني أحيانا بيكون هيك يعني، تمام، هي معروفة شكلها هيك، تمام. وهون في الالتواءات رح نعرف شو وظيفتها كمان، هيك بيكون شكلها تقريبا، تمام. فهو الصوان. فصوان الأذن هو الجزء الخارجي من الأذن. طيب شو تعريفه العلمي؟ هو غضروف مغطى بطبقة رقيقة من الجلد. يعني هو غضروف، يعني قد ما حاولت تطوي إذنك عادي ما في عظامة تنكسر، لا، هي عبارة عن غضاريف. فهي غضروف مغطى بطبقة رقيقة من الجلد عليه التواءات. دول هن الالتواءات، تمام. هلا رح نعرف شو وظيفتهم. هلا هي القسم الأول من أقسام الأذن الخارجية. إذا عنا صوان الأذن. صوان الأذن هو الجزء الخارجي من الأذن، غضروف مغطى بطبقة رقيقة من الجلد عليه التواءات. ننتقل على اللي بعده، وهي قناة السمع الخارجية. قناة السمع الخارجية هيك بكون شكل الأذن. هي من برا هذا الصوان، هذا المجرى من هون هيك، هي مجرى الصغير مسميه قناة السمع الخارجية. هي قناة ضيقة جدا مبطنة بشعيرات وغدد تفرز مادة شمعية الصملاغ، مادة شمعية صفراء تدعى الصملاغ، تمام. هي بالنسبة لقناة السمع الخارجية. بعدين بيجي عنا غشاء الطبل. غشاء الطبل هو هيك، بيكون شكله هيك مائل، بيكون هيك، تمام. هذا هو غشاء الطبل. ما هو غشاء الطبل؟ هو غشاء جلدي رقيق مائل، تمام. إذن تقسم الأذن الخارجية إلى 3 أقسام: صوان الأذن، قناة السمع الخارجية، غشاء الطبل. وعرفنا هلأ قبل شوي كل وظيفة من بيناتهم. هلأ بيجينا السؤال: ما هي وظيفة قناة السمع؟ طيب ما دام نحن حكينا إنه هاد صوان الأذن، تمام، عم يفوت من هون الصوت. طيب شو هي وظيفته لهي القناة السمع؟ قناة السمع عم تأدي وظيفة للنقل. كيف يعني؟ عم ينقل من خلالها الصوت لغشاء الطبل. يعني بتصل الأذن الصوان مع الطبل عن طريق شو؟ قناة السمع الخارجية. شو وظيفتها؟ ينقل من خلالها الصوت إلى غشاء الطبل. هلأ مو حكينا نحن بالقناة السمع الخارجية في عنا غدد تفرز مادة شمعية صفراء الصملاغ. طيب شو هي وظيفة الصملاغ؟ الصملاغ بيمنع دخول الغبار والجراثيم لداخل الأذن. هلأ لما نلاحظ هون بهي الرسمة،
لاحظنا إنه الغشاء الطبل موجود بنهاية القناة، فبيجينا السؤال أين يقع غشاء الطبل؟ بنقول له في نهاية قناة السمع الخارجية. تمام؟ هلأ نجي هون على هاي الفقرات اللي هون موجودة واللي هي تكملة. تمام؟ أول شي، ما هي وظيفة غشاء الطبل؟ شو هي وظيفة غشاء الطبل؟ بتأثر بالاهتزازات الصوتية وبنقلها للأذن الوسطى. ما هو دور الالتواءات الموجودة في صوان الأذن؟ بتجمع الأصوات مثل ما حكينا هون بالرسم. هلا بدي أحكي لكم شو كان ليك. هاد هو وظيفته. هي الالتواءات هلا كسرتها بتدل على إنه الشخص فينه ياخد ذبذبات أكتر، يعني فينه ياخد بجمع أصوات بشكل أفضل. فمثلا أحيانا في بعض الناس مثلا بندق الباب بصوت خفيف جدا، بيسمع واحد بس الشخص جنبه ما رح يسمع. ليش؟ أنه ربما يكون عنده الالتواءات أقل. مشان هيك رح نعرف هلا شو هي وظيفتهم. هي وظيفة الالتواءات هي إنه بتجمع الأصوات بعدين بتوجهها لداخل الأذن عبر قناة السمع الخارجية، وبتحدد اتجاه الصوت. وفي عنا بتدلى منها قطعة دهنية، تمام، بنسميها شحمة الأذن. هي بيعلقوا عليها البنات الحلقة. هلأ هيك كن حكينا عن الأذن الخارجية وخلصناها. من هيك شو كانت تألف من الصيوان، قناة السمع الخارجية، وغشاء الطبل، وعرفنا كل وظيفة من بيناتهم وعرفناهن. هلأ الأذن الوسطى. الأذن الوسطى تعريفها، شو هي تعريف الأذن الوسطى؟ هي حجرة صغيرة داخل العظم الصدغي الذي يؤمن لها الحماية. طيب إذا تتذكروا معي رسمة الجمجمة كانت على الشكل الآتي. تمام؟ هيك، وهون في عنا الأنف، هون أسنان، تمام، إلى آخره. هلأ هون نحن هيك يعني بنعرف إنه هون عنا الأذن. تمام؟ فالفص الصدغي أو الفصل الموجود هون، هاد شخص الفيوس هيك، هون بيجي عنا الفص الصدغي. تمام؟ وين موجودة الأذن الوسطى؟ هي حجرة صغيرة داخل العظم الصدغي الذي يؤمن لها حماية. ما هي وظيفة العظم الصدغي؟ يؤمن الحماية للأذن الوسطى. هلأ نعرف بعض معلومات عن الأذن الوسطى. أول معلومة نحن رح ناخدها إنه داخل ال الأذن الوسطى في عنا أشياء بنسميهم عظيمات السمع، أخذناها ببداية الدرس. تمام؟ عظيمات السمع هن 3: مطرقة، سندان، وركاب. هلا المطرقة والسندان والركاب هن أصغر عظيمات بالجسم، عظيمات كتير صغار بيكونوا. تمام؟ وفي موجودين بالأذن الوسطى. تاني معلومة رح ناخدها عنا إنه بيكون في عنا نوافذ بيربطوا الأذن الوسطى بالأذن الداخلية. شو هن؟ فعنا نافذة بيضية ونافذة مدورة. والمطرقة بتكون مستندة على غشاء الطبل، يعني هيك غشاء الطبل بيكون هون، المطرقة بتكون مستندة عليها هيك. تمام؟ وهي قناة السمع، هيك يكون شكلها. تمام؟ المطرقة بتستند على غشاء الطبل. وكمان رح ناخد شغلة إنه بيكون في عنا النافذة البيضية بيغطيها عظم الركاب. عظم الركاب هيك بيكون شكله دائري هيك. في هون نافذة، هي النافذة البيضية اللي بيغطيها هو عظم الركاب. طب خلينا نحط عليه أسئلة هدول الفقرات اللي هلا حكيناهن. كيف تتصل الأذن الوسطى بالأذن الداخلية؟ هلا شرحناها. تمام، عن طريق نافذتين، النافذة البيضية والنافذة المدورة. أين توجد الأذن الوسطى؟ من الرسمة، داخل العظم الصدغي. طيب ماذا يوجد في الأذن الوسطى؟ حكينا عظيمات السمع، مطرقة، سندان، ركاب. سمي النافذة التي يغطيها عظم الركاب. شو هي؟ النافذة البيضية. والمعلومة الأخيرة حكيناها واللي هي إنه تتصل المطرقة بغشاء الطبل. هلأ نعرف عن قناة نفير أوستاش.
قناة نفير أوستاش وظيفتها هي السماح للهواء بالدخول أو الخروج بين الأذن الوسطى والبلعوم، تجعل ضغط الهواء متساويا على جانبي غشاء الطبل للحفاظ على سلامته. كيف إذا نجينا سؤال كيف نحافظ على سلامة غشاء الطبل؟ بسبب وجود قناة نفير أوستاش التي تسمح بالهواء بالدخول أو الخروج بين الأذن الوسطى والبلعوم حتى تجعل ضغط الهواء متساويا على جانبيه. بيجينا سؤال كمان، ما هي وظيفة قناة أوستاش؟ قناة نفير أوستاش تسمح للهواء بالدخول، نعطي له كل هذا التعليل. تمام، التعليل مهم جدا كمان، واللي هو السماح للهواء بالدخول والخروج بين الأذن الوسطى والبلعوم لتجعل ضغط الهواء متساويا على جانبي غشاء الطبل للحفاظ على سلامته. هلا عاطينا هي معلومة، واللي هو نقدر نفتح قناة نفير أوستاش بواسطة حركات البلع والتثاؤب. يعني نحن عم نبلع بيكون قناة نفير أوستاش مفتوحة، وخلال التثاؤب كمان بيكون في عنا نفير أوستاش مفتوحة. إذن قناة نفير أوستاش تفتح عن طريق عمليات حركات البلع والتثاؤب. كيف تفتح قناة نفير أوستاش؟ تمام، بواسطة عدة حركات كالبلع والتثاؤب. مشان هيك مثلا أحيانا لما يكون في أصوات عالية بيحفزوا الشخص إنه يسكر أذنيه ويفتح تمه. ليش؟ مشان يتساوى الضغط بين على جانبي غشاء الطبل. هلا رح ناخد عن الأذن الداخلية. قبل شوي خلصنا الأذن الوسطى وحكينا الأشياء المتعلقة فيها من الركاب والسندان والمطرقة، وأخذنا كمان عن النوافذ الموجودة اللي بتصل الأذن الوسطى بالأذن الداخلية، واللي هي النافذة البيضية والنافذة المدورة. هلا خلصنا من الأذن الخارجية والأذن الوسطى، رح نبلش بالأذن الداخلية. تتألف الأذن الداخلية من القوقعة الحلزون، الدهليز، القنوات الهلالية الثلاث المتعامدة. طيب خلينا نبلش حبة حبة. أول شيء القوقعة الحلزون. قوقعة حلزون سموها قوقعة حلزون نسبة إنه بتشبه قوقعة الحلزون. تمام، يعني هيك بيكون شكلها هيك. تمام، هيك بيكون شكلها. ها هي القوقعة الحلزون. بعدين وكمان رح نحط عنا معلومات بس حتى نوصل عن فقرتها. عنا الدهليز. بيجينا سؤال، مما يتكون الدهليز؟ عفوا، يتكون الدهليز من الكويس والقريبة. ماشي، هدول إلهم وظيفة بالتوازن، رح نشرح عنها كمان بهاي الفقرة اللي هون. هلأ هاي بالنسبة للدهليز. طيب قنوات الهلالية الثلاث متعامدة هاي كمان إلهم وظيفة بالتوازن. هلأ فسر المسؤول عن حاسة السمع هو الحلزون القوقعة. طيب كيف يعني؟ هلأ نحنا كل شيء اللي أخذناه قبل واللي هو الأذن الخارجية الأذن الوسطى هدول كلياتهم يعتبروا بس مسار لدخول الاهتزازات الصوتية. أما اللي عنده القدرة على تشكيل السيالة العصبية ونقلة هي القوقعة الحلزون، فهي مسؤولة عن حاسة السمع لأنها بتحتوي على عضو خاص. هذا العضو بنسميه المستقبل السمعي، يعني بيكون في هيك فراغات هون، هاي بنسميها بيكون فيها خلايا المستقبل السمعي. تمام، المستقبل السمعي اللي بيضم خلايا حسية سمعية. يعني بداخل المستقبل السمعي بيكون في عنا خلايا حسية سمعية بتساعد على عملية السمع. تمام، فلهيك المسؤول عن حاسة السمع هو الحلزون القوقعة. السبب علل لأنه يحتوي على عضو خاص يسمى بالمستقبل السمعي اللي بيضم خلايا حسية سمعية. هلأ بيجينا تعليل على صيغة تانية، بيقولولنا أين يوجد المستقبل الحسي السمعي؟ شو بدنا نجاوبه؟ تمام، في القوقعة، الحلزون، في الأذن الداخلية. هلأ كيف يحدث السمع؟ لحتى نفهم هاي الشغلة رح أعطيكم مثال. جرس المدرسة مثلا، مو جرس الإلكتروني، لا العادي.
تمام. هذا هيك بيكون مثل يعني شكل الجرس اعتبروه. تمام. لما نحن نرنه أو نبلش عم نرجه شو راح يصير فيه؟ راح يطلع صوت، حوالينه بيكون في عنا هواء. تمام. فالارتجاج تبعه أو الصوت اللي عم يطلعه راح يخلي الهواء المحيط فيه يهتز، فبيبلشوا الاهتزازات ينتشروا هيك وين ما كان، بصيروا يبتعدوا عن المصدر أو عن مصدر الاهتزاز أو مصدر الصوت اللي خلى الهواء المحيط بهذا المصدر يهتز. تمام. فنحن هون عنا أذننا. تمام. فأول ما نحن قرب لعنا هذا الاهتزاز جمعته الصيوان ودخلته على قناة السمع وبلشت المسيرة. فهي المرحلة هون فينا نلخصها على الشكل الآتي. عندما يدخل الاهتزازات آذاننا يتم تنبيه الخلايا الحسية. طيب وين الخلايا الحسية موجودة؟ ليك حكينا الخلايا الحسية موجودة بالمستقبل السمعي. إذن عندما تدخل اهتزازات على آذاننا يتم تنبيه الخلايا الحسية السمعية بالمستقبل السمعي، بحيث بتحول هي الاهتزازات، هيك بيكون موجات صوتية هيك بتحولها لسيالة عصبية. تمام. هي السيالة العصبية بنقلها العصب السمعي. ما هي وظيفة العصب السمعي؟ ينقل السيالة العصبية التي يشكلها المستقبل السمعي، بنقلها لعند الباحة السمعية بالفص الصدغي بالمخ، حيث يتم ترجمة هاي الاهتزازات والأصوات اهتزازات هاي لأصوات. تمام. هلأ بيجينا كمان مراحل انتقال الأصوات عبر الأذن من الوسط الخارجي لنهايته حتى ما يصل عند الدماغ. أول شي فينا الوسط الخارجي أو الأمواج الصوتية: صيوان، قناة السمع الخارجية، غشاء الطبل، المطرقة، السندان، الركاب، النافذة البيضية، الحلزون، القوقعة، العصب السمعي. بالتأكيد لحتى يكون هذا حفظه سهل علينا لازم نكون حافظين أجزاء الأذن لأنه نفسهم رح يتكرروا هون. هلأ فسر تضم الاهتزازات الصوتية عندما تصل إلى النافذة البيضية. ليش بتتضخم؟ لأنه مساحة غشاء النافذة البيضية أصغر من مساحة غشاء الطبل. تمام. عشان هيك أحيانا بيكون بيتم تضخم الاهتزازات الصوتية لما توصل لعند النافذة البيضية. هلأ رح نعرف سبب أو ليش حطينا نحن بتعريف الأذن إنه هي عضو حاسة السمع والتوازن بالجسم. طيب شو دورها بالتوازن؟ نحن أخذنا بدروس الجهاز العصبي إنه المخيخ له كمان دور بالتوازن. طيب خلينا عن هذا نحكي. أول شيء دور الأذن بالتوازن له حالتين: بحالة الحركة وبحالة السكون. بحالة الحركة بتساعدنا القنوات الهلالية اللي حكينا عنها قبل شوي بالصفحة اللي قبلها، لأنها مليئة بالسائل اللي بيحافظ على توازننا بحالة الحركة، بحيث بتدفق السائل باتجاه معين لما يتحرك الرأس. كيف تساعد القنوات الهلالية على التوازن؟ بسبب امتلاكها السائل، حيث يتدفق السائل باتجاه معين عند تحريك الرأس. هي بحالة الحركة. طيب بحالة السكون بيساعدنا القريبة والكويس في الدهليز لشدة الجاذبية، فبتحافظ على توازننا بأثناء السكون. تمام. هلأ رح نعمل مثل مخططين هاد وهاد بيلخصوا لنا كل شي موجود بالدرس. المسؤول عن التوازن بالجسم مين؟ المخيخ والأذن الداخلية. هلا ما عنا نحن بالمخيخ، عنا بالأذن الداخلية. الأذن الداخلية عنا بحالة الحركة وبحالة السكون. بحالة الحركة عنا القنوات الهلالية، بحالة السكون في عنا القريبة والكويس. هلا بيجينا سؤال: متى يحدث الصمم؟ بيجي هاد سؤال. طيب من وين أنت جايب أنت هاد السؤال؟ من أسئلة اختبر نفسي. تمام. بيجي آخر شي مثل بحث. تمام. بيحطوا لك هون معلومات مهمة، بيجي منها أسئلة. بالتأكيد ما راح يحطوا لك شي بالكتاب ما له نفع. فبيجينا سؤال: متى يحدث الصمم؟ عندما عند تلقي آلاف الاهتزازات الصوتية كل لحظة. تمام. هلأ ملخص للدرس شامل عن طريق هذا المخطط. الأذن تألف من 3 أقسام: خارجية، وسطى، داخلية. خارجية تألف من صيوان قناة السمع الطبل أو غشاء الطبل. الوسطى تألف من مطرقة، سندان، ركاب.
وفينا نوافذ بيضية مدورة. وفينا الداخلية بتألف من قوقعة قنوات هلالية، والدهليز بتألف من القريبة والكويس. هيك بكون احنا خلصنا درس لهذا اليوم، وشكرا لكم على حسن الإصغاء.